هتعمل ايه لو انت زارع شتلة مانجا زي ديت ورحت لقيتها مكسورة؟ ايا كان اللي كسرها، حيوان، انسان. فاول حاجة هنبص عليها، لو شتلة مطعومة هنشوف منطقة التطعيم. طبعا الكسر ده فوق منطقة التطعيم، فانا برجح مثلا لو الكسر ده في الاصل من تحت منطقة التطعيم، وانت ما بتعرفش تطعم ولا طعمت قبل كده، فالافضل انك تقلع وتزرع شتلة جديدة. طب لو الكسر فوق منطقة التطعيم، يعني من اول هنا كده دي منطقة التطعيم وده كله ايه؟ التطعيم. للعلم ده عود مانجا عويس. فلو انت يعني الكسر فوق منطقة التطعيم، فافضل حاجة تعملها انك تقص بالمقص من تحت الكسر. تمام، على امل ان منطقة التطعيم ديت تخرج اي براعم وتشتغل. طب انت بتعرف تطعم مثلا واتكسر من الاصل، عادي هتروح جاي كده كده تطعيم المانجا معاك في شهر 4 الجاي، هتروح شائق العود وتروح حاطط له ايه؟ اي صنف انت حابب تطعمه عليه، يعني عشان برضو ما يحصلش نفس الغلطة اللي حصلت. طبعا انا برجح ان الكسر ده مش انسان اللي كسره، ده غالبا كلاب بتجري ورا بعضها، فخبطت في العود مثلا كسرته، ايا كان اللي كسره يعني. المهم ان انت لو عندك كسر في الشتلات عندك زي كده، فالافضل انك تجيب شعب، تمام، وتجيب خشب وتدقه حوالين الشجرة، عشان لو اي حاجة معدية خبطت فيه، سواء انسان بقى، حيوان، اي حاجة خبطت فيه، ما تكسرش العود ويحصل اللي حصل. يعني هتجيب كام خشبة زي دي وتلفهم حوالين العود، ترشقهم حوالين العود، على الاقل اللي ماشي يبقى واخد باله منين ان في حاجة مزروعة هنا. طبعا انا برضو هتابع معاكم برضو العود ده اما يجدد برضو ان شاء الله كده، هعمل لكم فيديو عليه.